السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. زي ما عودتكم بنناقش مشكلة اجتماعية، وبيبقى الفيديو دقايق بسيطة لكن جواه معاني كتيرة. عايزة برضك أقول على حاجة إن معظم الجيران إلا من رحم ربي، أما كانوا بيكلموا مثلا والدتك، أو كان في مثلا صباح الخير ازيك عاملة ايه، كانوا متقيدين إن الوالدة موجودة. آه، دايما بفتكر الحديث اللي هو فيما معناه رحلت التي كنت نكرمك من أهلها. بمعنى ان فعلا ان الام هي اللي بتعشش في البيوت وبتجمع الاخوات، وبتبقى طاقة كده، دفء وحنان ومودة ورحمة وكل حاجة في البيت. بعض بقى الاخوات او يعني في الزمن ده عادي بقت نسبة، شفنا احنا ظواهر كتيرة جدا، الاخ بيقتل اخته، شفنا الخالة مثلا او العم بيبقى عايز نصيبه في الورث، ما يهموش بقى يغوروا في داهية عيل اخوه. بنشوفوا احنا قضايا اجتماعية خطيرة. انا بتكلم هنا عن ندالة او قلة الاصل، بمعنى ان انت مثلا والدتك ماتت، ابوكي مات، اخوكي مات، او مثلا قاعدة في البيت لوحدك مريتي بأزمة معينة، بتلاقي الجيران إلا من رحم ربي بيعاملوكي معاملة تانية خالص، بمعنى بيضيروا وشهم، بيبقوا خايفين يكلموكي كأنك عندك جرب، يعني معدية. والموضوع كله بتبقى مثلا سلام عليكم مش موجودة، صباح الخير مش موجودة. انا هنا بصورها طبعا من الفتحة، عايزة اوريكم ان هي، بس اركز على ان هي بتتابع الفتحة، مراقباكي في الستارة، خايفة يعني. انا هنا، هي هنا مستنية لو مؤاخذة عربية الزبالة. هنشوفه احنا اهي، عربية الزبالة كانت على اول الشارع. اول ما لقيت ان انا مثلا هفتح الستارة عشان ارمي كيس الزبالة، ضيرت وشها ورمت الكيس الناحية التانية. فعايزة بقى اقول فين مثلا الاخلاص لعدم التربة؟ بلاش احنا مثلا بنتعاملوا معاكوا او متربين مثلا في الشارع مع عيالكوا، فعارفين طبعنا، عارفين اخلاقنا، عارفين مثلا لو في ازمة مرينا بيها. ده بقى اللي بيفسر ايه يا جماعة؟ الغدر بيجي من اقرب الاقربين، من اللي عارف تاريخ ألمك، مثلا تاريخ مرضك، تاريخ محنتك، هو ده اللي بيطعمك. ليه؟ لانه بيبقى بتاع مصلحته وقت ساعتها. اما لو في بقى محنة، لا ملناش دعوة، احنا نحبك وانت ايه، وانت مزهزه كده، وفي سبوبة كده وحاجات حلوة، تبقى كده انت حبيبهم. لكن اول ما تمر بأزمة فبيصاروا على حقيقتهم ان هم الندالة، وبيبقى مفيش اخلاص بقى لعظم التربة، كله محوط على بيته، على عياله، على جوازاتهم، ومش محتاجين حاجة لحد. بتقف بقى معاهم انت مرة واتنين، مفيش. يعني مثلا دي اسمها مثلا ام سهى، فيها ايه ام سهى دي او غيرها او غيرها؟ انا بقول لك ام سهى او غيرها او غيرها رمز لكتير قوي من الناس في حياتنا، كانت محطات في حياتنا ان هم بيستنزفوا طاقتك، سواء بقى اخلاصك، معدنك الكويس، فلوسك، يعني اي حاجة من ناحيتك، يمصوا دمك زي التعبان. مصوا دمك، مصوا خيرك، مصوا صحتك، مصوا يعني اي حاجة من ناحيتك. ايوه، اول ما تقرص عليهم بقى وتقع بقى، على رأي ماما الله يرحمها كانت تقول اما البقرة، ده كان مثل قديم، او لو مؤاخذة الجاموسة تقع بتكتر سكاكينها. هما بقى بيبقوا خلاص بقى في بقى في بيت، في استقرار، في جواز، في احساس بالامن بالامان، عيالهم شبعانين منهم، ما خسروش حاجة مثلا زي اللي احنا خسرناهم. فمن هنا بيبتدوا يحكموا عليك بالإعدام شنقا. فمن هنا بقول حسبنا الله ونعم الوكيل في كل واحد طبعا بيسمع الفيديو وقاعد على الغلطة.
ايام زمان يقولك انا ما بعرفش ادخل القناة، انا ما بعرفش اشوف الفيديوهات. دلوقتي بقى كل فيديو بيتابعوه عشان يعودولك على كلمة او على غلطة ويبنوا عليها من هنا ورايح، ده قالت ده عادت، وتشهد جثة او هو يشهد مراته. ومن هنا دي بقى الناس اللي عاملة زي التعبان بوشين. طالما في مصلحة ضحك وهزار واللي انت عايزاه وتحت امرك، مفيش مصلحة او طالبتي بحقك تبقي قافلين بقى بابهم عليهم. نقطة ومن اول السطر. لكن بقول وافوض امري الى الله ان الله بصير بالعباد. وانا فرحانة قوي بالمحنة اللي حصلت او الازمة دي، لانها كشفت لي كل واحد على حقيقته. كشفت لي الندالة، كشفت لي عدم الإخلاص وعدم الوفاء، كشفت لي إن اللي ربنا ادالكم الستر ده ولا الاستقرار ولا جوزك وعيالك حواليكي وانت بايعة من سنين، بكرة ربنا برضك هيراضي. زي ما رضاكي هيراضي غيرك وقت ساعتها برضو. زي ما انت على رأيي في حكمة تقول طالما هم ما نصفوناش في أزمتنا أو محنتنا، ما يلزموناش في ولا في محنتنا ولا في سترنا ولا في فرحنا. فزي انا الواحد كده يعني مرتاح نفسيا اللي انتوا بعاد عنه الراحة ما يعلم به الا ربنا. ليه؟ لانكم كنتوا بشوف بعيني الاستغلاء، بشوف بعيني قلة التقوى، بشوف بعيني لف ودوران، بشوف بعيني اقول ايه، كنت بشوف بعيني كل الحركات وبقول لا مش قصدها، ده غلبانة يمكن. لكن اما تتصاد اي خطأ وتشهدي جوزك ولا مراتك، لا ما انت ما مالكيش اصل في اللي ليكي، مالكيش اصل في دمك في شرفك. فاللي بقى ما بينا ما بقاش دم، ده بقى شوية مية. قلت من سنين ده اختك، مش هتاخدي منها خير. ولفت الايام وانت بقيتي نسخة طبق الاصل منها. حسبنا الله ونعم الوكيل فيكي وفي كل اللي بينقل الاخبار من سنين. شايفين ان هي زي ما قلت واقفة مترددة مرتبكة. كل ده الواحد عمل الستارة بقى ليه؟ عشان هما بيداروا وشهم مننا، فخلاص الواحد يدير وشه وما يقولش بقى سلام ولا كلام ولا حاجة. خلاص يعني انتوا خايفين، اما الوش بيجي في الوش وشكم بيصفر ويخضر ويدي الوان الطيف، ما علينا. طب ليه كل ده؟ ما خالتي وخالتك وتفرقوا الخالات، ولا اختي واختك وتفرقوا الاخوات. خلاص يبقى نقضي حاجتنا من تحت الستارة وخلاص. فيعني واخدين بالكم قد ايه الاخلاص يا جماعة بقى عملة نادرة. واصعب احساس او تكتشفي المعدن الاصيل امتى؟ اما يكون الاخلاص ده للنهاية، مش يكون الإخلاص مرتبط بلبس ولا بعبايات ولا بهدوم ولا بمصلحة، لأ، بيكون الإخلاص لوجه الله. لكن طالما الإخلاص عشان مصلحة معينة، هنا بتبان الأصل وبتبان النوايا. وحسبنا الله ونعم الوكيل في كل من ظلمنا.